يا مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شم النسيم عدى. طبعا الفيديو متأخر كتير، خدوا بالكم من التاريخ ده 17/4/2024. هنعوزه في آخر الفيديو يعني. آه النهاردة معانا الفسيخ. مش هعمل فيديو طويل واعمله على نصين والنتيجة في فيديو تاني، لا انا اهو بأسرع ما يمكن بفتح معاكم، مش كيس كيس ولا كل اللي احنا بنشوفه في اي فيديو تاني. انا عند المرحلة دي كنت كتير قلقانة لان لقيت لونه بالطريقة اللي انتوا شايفينها. مع اني انا كنت قلقانة اكتر بقى طول الفترة اللي فاتت ومش عارفة ليه. اول مرة اعمل الفسيخ وبقى قلقانة مش عارفة ايه السبب. لقيت اكتر لما شفت لونه بالطريقة دي، بس شوية طمنت لما لقيته طري فخلاص هو مستوي. بس لونه احمر. وبعد كده افتكرت ان الشطة اصلا كانت لونها احمر جدا. رغم ان الكمية كانت قليلة، يعني كمية الشطة قليلة بس كانت حمرا زيادة عن اللزوم. ده بقى بأول فيديو وانا بوريكم شراء الفسيخ. انا جبت 2 كيلو ونص فسيخ، يعني الواحدة تقريبا قطعة نص كيلو. تمام. بوريكم شكل الفسيخ قد ايه هو طازه وقد ايه هو بيلمع. الخياشيم بتاعته بتكون حمرا كده لون الدم زي ما انتم شايفين، دي دليل على ان هي طازه مش متجمده. الصوابع دي كانت القمر الصغير بتاعي هو اللي بيصور، فعلشان كده الفيديو مش طالع مظبوط احسن حاجه، او ان هو مش طالع باين شويه يعني. معلش، ايسوا معايا الحته دي كده واتفرجوا، وانا هحاول اشرح لكم حتى لو انتم مش شايفين. بصوا راسها بتبقى مبططه خالص اللي هو البوري، علشان في ناس تانية بتعمل نوع سمكة تانية. انا من الناس اللي بتغسل الفسيخ ولازم اغسله حتى من الخياشيم، بس اهم حاجة ما اقلبش السمكة الناحية التانية، يعني السمكة تكون راسها معمولة لتحت مش مقلوبة لفوق، علشان بطنها ما يخشش فيها اي مية. بغسله كويس جدا من ناحيتين، لان طبعا بيكون فيه طينة او رملة كتيرة مطرح البحر، فلازم اشطفه. تمام. الفسيخة الطازة القشر بتاعها ما بينزلش، بيبقى ماسك في الجلد، ما بتتقشرش بسهولة. تمام. انا هنا بعد ما خلاص شطفته شطفه كويسه محترمه زي ما انتم شايفين، هم 5 سمكات عاملين 2 كيلو ونص. ببتدي انشفه بمناديل. شوفوا لونه محمر ازاي، دليل على ان هو لسه طازه، وده اهم نقطه في الفسيخ بتاعتنا. كمان بيلمع وبطنه نضيف. انا جبت بقى كوبايات، مش كوبايات، هي الازازات الكبيره بتاعه البيبسي ديت، وببتدي اوقفهم فيها علشان ما ازفرش اي حاجه تانية. تقدري انت تفضيهم او توقفيهم تنشفيهم في مصفى عندك او اي حاجه كده، المهم يبقى هم راسهم لتحت علشان ينزلوا كميه الدم الزياده فيها. بس انا بستخدم الازايز دي علشان خلاص بتترمي بعد كده، يعني ما بتستخدمش تاني. وحطيتهم في صينيه زي ما انتم شايفين كده، وسبتهم ليله كامله. يعني انا مثلا اشتغلت فيهم 11 بالليل، سبتهم بالطريقه دي. وتاني يوم بقى يعني مثلا على نص اليوم كده ابتديت استخدمهم بالطريقه دي. كانوا نشفوا. طبعا كان في الشتاء 17/4، ده كان الجو لسه ما صيفش، يعني كانت الدنيا لسه ساقعه. هبتدي ادخل فيها مناديل زي ما انتم شايفين كانها محجره اهو. هبتدي ادخل مناديل فيها من كل ناحيه. مش حابه اوريكم كميه الدم اللي نازل منها كان قد ايه. صفيته كويس جدا وابتديت بس انشف الحتت الزياده من الخياشيم. لو في كميه دم فيها تكون متركمه عند الخياشيم او عند البق، تتنشف كويس جدا. وممكن اغير لها المناديل مره واتنين وتلاته، بس انا ما احتجتش لان هي كانت نزلت كميه الماء الدم اللي فيها كلها، وانا خلاص كنت رميتها. انا يا دوبك بس بنشف مكان الخياشيم. تمام. هعمل كل السمك اللي معايا بالطريقه دي، وطبعا انتم ملاحظين قد ايه هو متيبس او ناشف من كتر ما احنا سبناه. يعني عرضه ممكن حضرتك تحطيه في التلاجة لو قلقانه تسيبيه بره، بس انا عارفه ان المكان بتاعي نضيف، ما فيهوش دبان، ما فيهوش هاموش، يعني ما فيش اي طيره هتقف عليه. بسيبه بس يعني سواد الليل لغايه تاني يوم كده ينشف كويس في الشتاء. اما في الصيف ما بنقعدوش يوم كامل، يا دوبك كام ساعه، لان الصيف طبعا حر فبينشف بسرعه جدا. انا حطيت معلقتين تقريبا شطه، بس زي ما انتم شايفين كده الشطه لونها فاتح قوي. على مثلا كوبايه من الملح الخشن. انا ما بستخدمش ملح ناعم يا جماعه في الفسيخ، ولكم حريه الاختيار، بس انا جربت كتير 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 الملح الخشن مهما قعدتي سايبه الفسيخه فيه ما بيخلوهاش حادق. يعني الملح الخشن ما بيخليهاش حادق. الخطوه المهمه بقى والاهم اللي بتميز اي فسيخ عن التاني التدليك ده. يعني انا بدلك الفسيخه بس بالراحه من غير ما اقطم فيها، على قد ما بقدر بنعم اللحم بتاعها علشان يطلع بقى دايب كده ومقطع، ما يطلعش خشن او متيبس يعني.
فبدلكها كده واعمل لها مساج كده على الخفيف بالراحه قوي علشان البطن برضو ايه ما تضربش مني. تمام كده. ما حاولتش اعدلها، هي معوجه ليه؟ لان انتوا زي ما شفتوا في كده في وسط الفيديو لما انا بوريتكم وهي واقفه في الازازه كانت مايله، فهي نشفت على الوضع ده. لو انت هتحطيها على مصفى بقى واقفه كده فالدنيا هتبقى بالنسبه لها تمام. انا بحاول اعدل بس بالراحه بالراحه على قد ما بقدر، ودي اهم خطوه. هاجي مرحله الملح، انا ببتدي املى الخياشيم بتاعتها شمال ويمين، وهنا انا حاطه استرتش من تحت علشان افرش من تحتيه حبه ملح بالشطه. تقدري تفرشي كيس عادي خالص، مش لازم خالص استرتش يعني لو انت ما عندكيش. انا كنت بعمله كمان في اكياس عاديه جوه بعضيها، وانا لسه برضو هحط لسه فيها اكياس، مش هو ده بس يعني. بس انا خلصت الخطوه دي، خمس سوري السمكات، وما بين كل طبقه وطبقه بحط سمكه، وبعملهم بالعكس زي ما انتم ما شايفين كده. كميه الملح تكون ماليه الخياشيم، واكبس على قد ما اقدر، لان هو ده اللي هيسوي لي الفسيخ بتاعي. انا ما بحطش فيه كركم ولا كاري ولا اي لون من الالوان دي اكتر من حبه الشطه. وممكن تقللي كميه الشطه لو انت حابه، هي ما بتعملش حمو يعني، ما بتخليش الفسيخ حامي، بس ما تكتريش عن معلقتين. احنا بنحطه بس حفاظا عن ان هي يحصل اي حاجه مش ظريفه. بكتفه قوي كده وبحاول اخرج منه كل الهواء على قد ما اقدر. وده يعني التكايه مهمه، ان هو لازم ما يخشلوش هواء على قد ما تقدروا. انتوا شفتوا في اول الفيديو ان العلبة ما كانش فيها مية كتير، على الرغم ان هتشوفوا دلوقتي بعد ما يطلع لما بفتح الكيس بقى وتشوفوا المية اللي نزلت قد ايه، بس العلبة ما خرجش منها مية جواها كتير، كان يا دوبك حاجة بسيطة جدا. ده معنى ان كانت الكيس محكم جدا، مخرجتش المية بتاعتها بره، لان هي السوى اصلا بتستوي منها فيها كده، فالمية لازم تبقى جوه الاكياس بتاعتها. انا حطيتها في كيس وجواها كيس، وهبتدي احط في كيس تاني واسلتب، واحط في كيس تاني واسلتب. المهم ان دي كانت النهاية، اخر كيس خالص حطيته، وهكتب عليه التاريخ علشان المصداقية. يوم 17/4، وانا فتحت عليه يوم 29/4. يعني كان المفروض افتح عليه 27/4 يعني، بس اتأخرت عليه يومين لظرف ما يعني. المهم دول الخمس سمكات اهم بنفس الطريقه اللي احنا شفناهم باول الفيديو بقى. مرضتش اجيب اللقطه تانية بتاعت فتح الكيس، احنا قلت لكم خلي بالكم من التاريخ. هبتدي افتح معاكم بقى واحده اهي، ومش الباقي بقى انا بشيله في الفريزر، كل واحده لوحدها كده في كيس، علشان لما احب اعوز اطلع واحده بوحدتها في كيس يعني ما افكش الكميه كلها. كمان انا مش من النوع اللي بحب اشيل الفسيخ وهو محطوط او مفتوح ومحطوط في علب وزيت، لا انا بحب اشيلها مغلفه، ووقت ما اكل انضف فيها، لان اللون بتاعها بيختلف، بتتاكسد من الهواء طبعا، اول لما بتتفتح بتتغير لونها. فانا بحب استخدمها طازه بطازه، افتح بطازه بطازه. ببتدي انضف بكل سهوله خالص كده بمناديل. بتلاقي يعني البطن بتاعها خلاص نتفت. بصوا بقى اللون عامل ازاي من جوه، جميل، طلع نساير طريه جدا عشان المساج اللي احنا عملناه لنا. كمان مش حادقه يعني، انا ما رضيتش اسجل الفيديو ده غير لما ادوقها ويعني اوريكم التفاصيل كلها. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.